اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نزلت السوبر ماركت كده، جبت شوية طلبات. نزلت جبت اللي هو البسكوت اللي هو بسكريم ده طعمه تحفة، وكمان جبت اللي هي الكيكة دي طعمها تحفة يا جماعة. وكمان جبت مصاصات، كيس كبير كده مليان مصاصات علشان ايتن بتحبه وبتجيبه في ابو كبير على طول. وعلى فكرة البسكريم ده برضو بنجيبه في ابو كبير على طول، بحب اشربه مع القهوة كده، بيبقى طعمه خطير. وكمان الشوكولاتة دي برضو بحب اكلها كده وانا بشرب القهوة، بتبقى طعمها خطير. وكمان نزلت جبت مربى، وجبت اللي هو لانشون الحسن والحسين. وكمان نزلت جبت بيبسي اللي هو كوكا كولا. طبعا هناك مفيش بيبسي غير كله تبع المقاطعة، فوالله ما عرفت اجيب ايه. طبعا انا حطيتهم صورتهم كده زي ما انتوا شايفين، علشان بس المكان مكان ما تعشينا كان متبهدل شويه، ففرشت اللي هو ايه فوط علشان اعرف اصور عليهم، علشان انا نزلت اجيبهم علشان في حاجات هاخدها معايا وانا رايحه اليخت. اول حاجه كده هنروح اليخت. انا صحيت الصبح الاول، نزلت جبتهم من الهايبر من تحت، عشان طبعا احنا كنا جايبين معانا مربى، المربى خلصت، ما كناش جايبين لانشون، نزلت جبت لانشون. كنا جايبين مربى بس خلاص يعتبر خلصت، فطبعا نزلت جبت برطمان كمان. هنعمل سندوتشات من المربى وكمان من اللانشون وكمان جبن هناخدها معانا. وكمان هناخد معانا بسكوت اللي هو بسكريم، وكمان هناخد معانا الكيكه بالشوكولاته والبسكوت التاني، وهسقع بيبسي في الفريزر. وطبعا ده كله في ثواني كده علشان نلبس، علشان رايحين اليخت. اليوم الرابع ده مفيش بحر فيه، في يخت وبالليل فيها سفاري. تعالوا بقى احنا كده رايحين اليخت، هقول لكم على كل حاجه وكل الاسعار كده. احنا في اليخت من جوه والايه واليخت ماشي بينا. بصوا منظر الميه تحفه، المنظر يرد الروح. طبعا ده اليخت من جوه، انا ما حبيتش اصور فيه كتير علشان طبعا في ناس وانا ما بحبش اجيب الناس، فطبعا خدت منه لقطه كده بسيطه وصورت اكتره في الميه. طبعا دي ناس تانية نزلت الميه كده من تحت، لبسوا اللايف جاكيت ونزلوا الميه. انا ما بحبش بصراحه وانا في اليخت انزل الميه، لان طبعا تحتك مش في حاجه، فانا ايه يعني ما بحبش انزل من اليخت. بس لو في البحر بنزل البحر عادي. تعالوا بقى علشان اقول لكم على الاسعار. انا اسفه والله العظيم، طبعا الفيديو ده احنا طالعين الرحله دي كان يوم 22/8، وطبعا احنا جايين مش عارفه كان يوم 28/8، فالمفروض الفيديوهات دي تكون نزلت من زمان. بس والله غصب عني، انا كنت جايه مرهقه شويه، وبعد كده كان عندي شويه ظروف، وبعد كده نزلت كام فيديو. وكمان ايتن كانت لسه بتروح سباحه، فطبعا كان الوقت ضيق جدا. وبعد كده ايتن طبعا بدأت دروس اول ما جينا، وكنت بذاكر معاها وكنت مضغوطة جدا. ودلوقتي ايتن دخلنا في المدرسة. صورت معاكم مشتريات المدرسة الاول، بعد كده قلت اكمل معاكم فيديوهات مرسى مطروح. فانا اسفة والله، المفروض كان ينزلوا من بدري، حقكم عليا. ان شاء الله بعد كده اول لما اجي على طول من المصيف همنتج الفيديوهات معاكم وانزلها على طول.